السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الشاورما المصري بالطريقة المصرية الأصيلة المعروفة بنفس الطعم المميز الرائع اللي كلنا مفتقدينه. خلاص. من غير توابل كتير، من غير خضار كتير، الخضار بس بتاع الشاورما المصري. مش هنزود افتكاسات ولا توابل ولا خضار مش معروف او مش متعودين عليه في الشاورما المصري او في طعم الشاورما المصري. خلاص. بجد جربيها هتعجبك جدا، حلوة قوي، نفس الطعم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه كده معايا نص كيلو من اللحمه متقطعه شرائح رفيعه زي ما انتوا شايفين، واهم حاجه تكون قطعه اللحمه بتستوي بسرعه. معايا كمان نص كوبايه من ميه البصل. معايا ربع كوبايه من الخل الابيض. ومعايا كمان البهارات بتاعتي عبارة عن نص معلقة من كل حاجة، نص معلقة من الملح والفلفل الأسمر، البصل البودر والثوم البودر، 7 بهارات والبابريكا، وربع معلقة صغيرة من القرفة. هنخلط البهارات دي كلها زي ما انتوا شايفين مع بعض. بعد كده هنزل على اللحمة بتاعتي، وابتدي ان انا اقلب البهارات دي كلها مع اللحمة بشكل كويس جدا زي ما انتوا شايفين. ويفضل ان احنا نتبلها قبلها بيوم. وبعد كده هنغلف اللحمة بتاعتنا خلاص بعد ما تبلناها. وهندخلها التلاجة خلاص ليلة كاملة. يعني يفضل ان اللحمة بتاعتنا تفضل في التتبيلة ليلة كاملة. وهنبتدي نعمل الطحينة بتاعتنا. عندي حوالي نص كوباية من الطحينة، نزلت عليها بعصير نص ليمونة وحوالي معلقتين كبار من الخل الأبيض. كمان نزلت بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، ورشة بسيطة من الملح، رشة بسيطة من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة كبيرة من الزبادي. هنبتدي ان احنا نخلط المكونات كلها مع بعض بشكل كويس زي ما انتوا شايفين. ولكن يعني هيكون الخليط معانا لسه تقيل كده زي ما انتوا شايفين. فهننزل بمية سخنة خلاص علشان نفك كل التكتلات اللي موجودة دي. زي ما انتوا شايفين كده خلاص. صوص الطحينة معانا بقى جاهز، واي تكتلات موجودة خلاص اختفت خالص. الشاورما المصري مش بتحتاج ولا توابل كتير ولا خضار كتير. كل اللي هنحتاجه معانا بصل وطماطم فلفل اخضر وبقدونس بس كده. هنقطع الخضار بتاعنا ونجهزه. بعد كده هنطلع الشاورما بتاعتنا من التلاجة ونبتدي نسويها على طول. وفي طاسة فيها شوية زيت صغيرين زي ما انتوا شايفين هننزل بكل كمية الشاورما اللي معانا، بس اهم حاجة يكون الزيت سخن جدا زي ما انتوا شايفين. خلاص. وهنبتدي ان احنا نوزع الشاورما بتاعتنا كده، ما نسيبهاش متكتله فوق بعض، لا نوزعها بشكل كويس. وهنقلبها باستمرار لغايه لما تاخد معانا لون كويس، وكمان توصل لدرجه السوا المطلوبه. انتي بتدوقيها بتشوفيها وصلت لدرجه السوا المطلوبه بتاعتك، خلاص كده بتبقى تمام قوي. وبعد ما اللحمة استوت معانا تماما، انا لقيت ان في كمية زيت كتيرة شوية، فحاولت ان انا اقلل كده جزء من الزيت ده. خلاص. وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي، مش بكل الخضار، هنزل بس بالبصل والفلفل الاخضر. خلاص. انا عايزاهم بس يتبلوا، مش عايزاهم يستووا معايا او يدخلوا درجة سوا قوي او يتهروا، لا يتبلوا بس مش اكتر. شايفين البصل والفلفل الاخضر دبلوا بس حاجة بسيطة. بعد كده هنزل بالطماطم والبقدونس. هنا بقى انا هقلبهم بس كده تقليبة سريعة، وخلاص كده الشاورما جاهزة معانا. مش هديلهم فرصة خالص ان هما يستووا او يتبلوا. كده كل حاجة جاهزة معايا. نبتدي بقى ان احنا نحضر السندوتشات بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده جبت العيش الكايزر بتاعي، وبعد كده نزلت بطبقة كده من الطحينة. انا بحب الساندوتش كده يكون جوسي من جوه، والطحينة كده تكون مغرقة الساندوتش. خلاص. طبعا على حسب الرغبة، بس انا بحبه كده. بعد كده بنزل بالكمية الشاورما بتاعتي، بعد كده تاني صوص طحينة كده من على الوش. بجد جربوها، الطريقة دي تحفة، حلوة قوي. نفس الطعم بتاع المحلات. وطبعا انتي اللي عاملاه في بيتك، انتي ضامنه انتي عامله ايه. جربيه بجد هيعجبك قوي.
وبس كده الفيديو النهاردة خلص، ووصفتنا كمان خلصت معانا، واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.